تعالوا نعمل مع بعض عصير الجوافة. هعمله لكم بطريقة سهلة وبسيطة وزي بتاع المحلات ويمكن احلى. يلا نبدأ. انا معايا هنا حوالي 2 كيلو جوافة. انا بحب اجيب الجوافة البيضة، ما بحبش اجيبها اللي هي الخضرة دي بتبقى مسكرة وجميلة. بصي، اللي بيقولك ما تحطيش البذر، لا طبعا البذر هو اللي بيديها قوام وتبقى مسكرة. حاولي حطي البذر وابقي صفيه. خلاص، نحط حوالي 5 وحدات من الجوافة. يبقى انا حطيت هنا 5 وحدات من الجوافة وعليهم 5 سكر. حط معلقة كبيرة من لبن البودر. عندي معلقة كبيرة هرمية كريم شانتيه، ومعايا نص ليمونة عشان الجوافة ما تسمرش منك. حط 2 كوبايتين من اللبن. هضرب بقى ده كله وهوريهولك. بصوا قوامه بأمانة خطير. يلا بقى هصفيه وارجع لكم. هو ده شكل العصير بتاعنا بعد ما احنا صفيناه. يلا نقدمه مع بعض. وهو ده عصير الجوافة بتاعنا. بأمانة جربيه هيعجبك جدا كمان. احلى واطعم عصير جوافة تعمليه في البيت. يا رب يكون طريقتي في العصير عجبك.